اليوم تاجر من الأثرياء حاول أن الله سبحانه وتعالى يرزق ذرية، نسأل الله إلى والكل طالب ذرية بحق الحسين، نسأل الله أن يرزقه الذرية الصالحة. طبعا هو الشجي من الله جميل إخواني. هذا الشايب الله راد سبحانه وتعالى أنه يطلع من الحياة بلا ذرية، ثري جدا، أموال وبساتين وضياع وأراضي. شاف روحه آخر أيام جاي يحتضر، تزوج أكثر من مرة الله ما رزقه، جاي يحتضر، عنده عمال قدماء يشتغلون وياه. عادة مرات رب العمل إذا عنده عامل قديم يعتز به، خصوصا إذا كان العامل نزيه وشريف وعنده أمانة، يحسه ابنه، يحسه واحد جزء من عنده. هو عنده عمال هواي، لكن 4 ذولا أقربهم. عنده واحد الحارس، وعنده فلاح هم قديم وياه يشتغل، وعنده طباخ، وعنده سائس مال خيل، هذا اللي باري الخيل. جمعهم قال لهم اليوم غداكم عندي. هو هيس روح يريد يفارق الحياة، جمعهم غداهم، خلص الغداء قعدهم واحد قبال واحد 4. جاب قدام كل واحد منهم، اخواني هنا حد يعني كلام امير المؤمنين لما يقولوا عنده تقلب الاحوال شوي انتبه. جاب قدام كل واحد من عندهم ظروف مملوءة أموال، خلى كل واحد من عندهم قدامه ظرف فلوس أموال كثيرة، وبصف القرآن الكريم. عدل قال لهم لكم مطلق الحرية، وما أثير استفهام ولا أعابيكم على أي تصرف تتصرفوا، اختاروا. انت الحارس اول واحد، قال انا لا اعرف اقرا ولا اعرف اكتب، فاذا اخذت القران الكريم ما راح استفيد من عنده شيء. قال لك مطلق الحريه في الاختيار. شال الفليسات حطها في جيبه، اختار الاموال. الشايب او الرجل التاجر قال الفلاح انت. الفلاح قال انا والله احب اقرا كلام الله، ولكن أنا زوجتي مريضة ومحتاجة إلى عملية، وكل شوي أريد أخذ منك قرض يا حجي، ما أستحي أقول لك. وهذا أني هسه إجن القرآن الكريم إذا ما قرأناه أقرأ بغير مكان. شال فليساته حطها في جيبه. بقى منو عندك؟ الطباخ. طباخ قال أنا هم، قال لك الحرية، ايش تختار؟ أنا هديكم هدية، اختار الهدية. الطباخ قال له أني يعلم الله أنا أحب أقرأ القرآن، بس أني إذا يمك الصبح أطبخ، والظهر أطبخ الغداء، وبالليل أطبخ العشاء، وين لحق أقرأ القرآن؟ وبالليل إذا بروح جنازة ألف راسي وأنام، ما لحق أقرأ. تختار؟ قال لا يختار. هم شال فليساته حطها في جيبه. بقى منو عندك؟ الشاب اللي يعمل سائس للخيل، اللي داري الخيول. الشاب أبدا ما تردد، شال القرآن الكريم حطه بصفه. الرجل الثري تعجب، فلوسه هواي مخلي، ليش اختارت القرآن الكريم؟ قال له والله أنا لا أقول لك أحب أقرأ القرآن الكريم، ولا أقول لك ما أحبه، هذا كتاب الله، أكيدا أنا أحب كتاب الله، لكن أنا سمعت من أمي وصية من أنا صغير أن كلمة الله توزن بالذهب، وحلاوة نطقها أطيب من الشهد، أطيب من الشهد. وأنا هاي وصية أمي اجت براسي وذن الفلوس. قلت متأكد؟ قال نعم متأكد. كل قواك العقلية؟ قال كل قواي العقلية. يعني تريد كلام الله؟ قال تريد كلام الله. قال خلص انتوا اللي اخذتوا الفلوس قوموا على حيلكم وقفوا. قال له انت افتح القرآن الكريم اللي عندك. فتحها لقى بيه ظرف، فتح الظرف لقى بيه سندات أموال إعدال 10 أضعاف اللي عندهم. شوف الله ينصر. قال له افتح القرآن بعد مرة. فتحته من البداية، افتح من النهاية. فتح من النهاية لقى بيه عقد ووصية أنه هذا الشاب هو الوريث الشرعي لكل ما يملك هذا الرجل، ومن يتق الله يجعل له، هذا مخرج له مخرج،
طبعا هو هذا السائس، انا هم يحكوا لي عنه، قلت رجل يعني حذاء ممزقه وهدومه تعبانه وامه مريضه وكلش تعبان، فاختاروا القران. الشاهد وين؟ اللي عند الله، الله سبحانه وتعالى يحقق له كل شيء، ينطي كل شيء، والما عند الله يلهث ورا الدنيا.